متشكرين لكم الموقع، متشكرين يا امين، متشكرين لكم الموقع. انا فرحان جدا ان مناسبه عيد ميلاد النهارده بتاتي مع صعود نادي المريخ للمره الثانيه على التوالي لدوري الترقي. اذا كان في شكر بشكر عليه لتواجدي، فانا بشكر الاول الناس القائمين على العمل، بشكر الكابتن احمد جوهر رئيس النادي والكابتن احمد الشامي والكابتن بوبو اللي هم قاموا على عمل الانجاز الكبير ده اللي احنا شايفينه في الملعب. ثم بشكر الكابتن ياسين واجهزته الفنيه والاداريه والطبيه على الصوره الجميله اللي احنا شايفينها النهارده وعلى مدار سنه كامله. وبشكر اللعيبه ايضا انها استحملت معانا من 15/6 لحد النهارده برجوله وبجدعنه، والحمد لله ان احنا انهينا البطوله واحنا الاول. حاجه تانية النهارده انا حاسس احساس تاني خالص، حاسس ان الممتاز على وشك. انا بقول ان اذا كان الموسم اللي فات ما قدرناش نفرح وربنا مأجل الفرحه بتاعتنا للسنه دي، لان احساسي ان احنا كنا بين ادنى قوسين ان احنا كان نطلع الممتاز السنه اللي فاتت، وقفت على اخر ماتش، كان مجرد التعادل اللي كان وصلنا للممتاز، وشاء القدر ان احنا ما نوصلش نتيجه نسبه الاصابات او الكروت اللي لعبها بعض اللعيبه، اخذت كروت وخرجت من التشكيل. لكن انا حاسس ان السنه دي ربنا هيعوضها لنا، وحاسس ان ربنا خدوا مريخ السنه دي، لا السنه الجايه تاخدوها ان شاء الله. وانا متفائل بهذا، لان ليا امنيه في حياتي ونفسي الامنيه تتحقق، ان انا قبل ما اسيب نادي المريخ في اي وقت اسيبه في الممتاز. هتبقى سعاده غير عاديه، لان انا دخلت نادي المريخ في الممتاز 87، فاعتقد لما هاجي اسيبه في المريخ ده امنيه، وانا كل امنيه الحمد لله ربنا بيحققها لي. الامنيه ديت ربنا يكللها بالنجاح ويحقق لنا ان انا اسيب المريخ وهو في الممتاز. والحاجه الثانيه كمان ان انا شايف حاجه جميله قوي، ان النهارده احمد جوهر واحمد الشامي والياسين والناس القائمين على العمل عاملين لعيبه ذخيره من اللعيبه، استفادوا من نقطه العجز العام الماضي، جايبين لعيبه وجايبين بدله كويسه ولاعيبه مميزه بتاعه الممتاز فعلا وعندها روح الفوز. فاعتقد ان السنه دي ان شاء الله هبارك لهم وهحضن الناس ديت على دخلة رمضان واحنا في الممتاز، وهيكون امنيه غير عاديه بالنسبه لحياتي.